يا بنتي هجيب النتيجه بتاعته واحطها في كيسك دلوقتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حد يقول كده لمتابعينه؟ احنا من ساعه ما جينا من اسكندريه انا والواد طارق، الواد نايم في غيبوبه. مالك يا حبه عيني؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه؟ انا في جمله لفت على ودني كده خدتها كعب داير. كنت مع طارق في اسكندريه لوحدكم. الفرق بين القيود والسرسجي لما ياكل يا حبايبي. ليه؟ قيوط بقاف. البنات اللي بتقلع الحجاب اليومين دول وتطلع تقول لك انا استخرت ربنا فقررت ان انا اقلع الحجاب. انت عبيط يا بت؟ في ايه؟ انت عندك نماذج كتيره جدا. عندك هايدي استخاره، عندك تقريبا اسمها ايه اللي انا لسه جايبها من يومين دي. يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ايه الاخبار؟ اظن كده عداني العيب وازعج يا جدعان. بقالي كده كام يوم مجتهد وبنزل على طول اهو. نشوف معانا ايه. يلا. حتى اصحابي البنات ما فلتوش منك. ليه؟ ليه؟ ادرس اخلاقه. يا ابن اللعيبه صح ولا انت عايزاها سبهلله؟ كلهم؟ طبعا. مش عارف بتقعدي مع مين، بتكلمي مين، خارجه مع مين، بيتكلموا في ايه، لابسين ايه، ولا انا مش مالي عينك يعني؟ صح. ولما اتكلم صاحبتي تقول لها يلا نخرج. ليه؟ ليه؟ كنت اعمل لك مفاجاه في كافيه ما بدون ذكر اسامي، عايز اجيب لك فيه تورتايه اعبر بيها عن حبي ليكي. يا ابن اللعيبه ده انت لفتها لفه. لا صايع يا اسطى صح. فاخترت البيست فريند بتاعتك عشان اثبت لها مدى مصداقيتي، وقلت لها نكتم السر، بس هي ما كتمتش السر. ولما ردت عليك وقالت لك عايزين نتقابل لوحدنا ليه؟ رديت عليها قلت لها ما تقوليهاش. البرايفسي السربرايز تضيع. انت ما فيش واحده بتعدي من تحت ايدك، ما فيش واحده. ليه؟ ليه؟ عشان اثبت لنفسي ان معايا احلى واحده في الدنيا. نكبر للكلام. خليتها معاك ايه؟ حاجتين ما ينفعش اقصر فيهم، حبي ليك والكريب الشاورما لحم. يا ابن اللعيبه ده انت اقنعتني انا شخصيا. فظيع. دلوقتي عايزينك ترن على خطيبتك وتقول لها ان انت لسه جاي دلوقتي من عند الدكتور واكتشفت ان انت عندك عقم، ونشوف رد فعل خطيبتك. خطيبتي لو قلت لها مليون حاجه زي دي عمرها ما هتسيبني. يا ولع الثقه يا ولع. عمرها ما تتخلى عني. تمام بس هنشوف برضه. عايزها ارن عليها دلوقتي يعني. ايوه بس اشمعنى يعني مقلب العقم؟ يعني انا مش فاهم يعني فتره الخطوبه فاهمه، مش جواز. تمام ماشي. بقول لك دلوقتي انا كنت عند الدكتور كنت بعمل ايه؟ قلت له ايه؟ بقول لك في ايه يا عم الدكتور؟ يعني ايه حصل؟ كنت بعمل شويه تحاليل كده وحاجات فالدكتور يعني قال لي ان انت عندك مشكله وكده. مشكلة؟ مشكلة ايه؟ بقول لي الدكتور قال لي ان انت عندك مشكله وكده وعندك عقم ومش عقم؟ لا انا بكلمك جد على فكره. ايه عقم؟ لا انا بكلمك جد على فكره. ده الوقت المناسب ان انا اقول لك فيه ان انا لسه عارف دلوقتي يعني، ومش عايز اتاخر عليك اكتر من كده في الرد وكده. فهو الدكتور عرفني فقلت اتصل عليك اعرفك على طول. وانت جاي بعد 3 سنين تقول لي انا عندي عقم؟ ايه رد فعل ده؟ هي دي يا اسطى مش هتسيبك؟ ده مع اول مطب سابتك خلعت. طب اعمل ايه طيب؟ انا دلوقتي رحت عند الدكتور وهو اللي قال لي انا زي زيك وما كنتش اعرف، ودي حاجه. وايه اللي تعمل ايه وانا ذنبي ايه برضه يعني؟ لا الظاهر هي بتموت فيك فعلا حقيقي، دي بتعشقك يا ابني. يا نهار ابيض. يعني دلوقتي بقول لك انا لسه عارف دلوقتي يعني زي زيك. انا لسه نازل من عنده دلوقتي، قلت هرن عليك على طول اعرفك. ايوه انا اعمل ايه برضه؟ يعني مش فاهمه يعني بصراحه، تتصل فجاه كده وتقول لي اصل انا عندي عقم. يعني مش فاهمه الصراحه اقول لك ايه. تقولي له هفضل جنبك يا حبيبي، يعني لو انت باقيه عليه، لو انت بتحبيه هو. الخلفه دي حاجه بتاعت ربنا يعني، سبحان الله. ربنا يا ابني وقعك في المقلب ده عشان تعرف غلاوتك عندها. والله ما هو الانسان بيبان من المواقف اللي بيتعرض ليها. يا نهار خازوق مغري، هي ديت اللي مش هتبيعك. طب انا يعني مش عارف والله اقول لك ايه بعد الكلام ده. مش عارف. انا قلت اعرفك. ايه يا ابني؟ انت كمان جايب الغلط عليا؟ لا ده ازاي؟ الغلط لازم يكون عليه هو طبعا. يعني انت ازاي يا اخي يبقى عندك عقم؟ انا مش فاهم انت ايه يا اخي يعني. مش عارف انت قبل ما تروح تحب اصلا وتتحب وتتنايل وتخطب تروح تعمل تحاليل وتشوف انت عندك ايه العقم وبتاع يعني ايه يعني. انا مش فاهم بصراحه. مش من حقك تبقى معقوم يعني. انا اسف يا ملك. ده حاجه بتاعت ربنا وهو عرفني وانا قلت لك على طول. انا دي حاجه بتاعت ربنا بس انا ماليش ذنب، ماليش دعوه. طب مش احسن ما اخبي عليكي؟
دلوقتي اعمل ايه يعني؟ يعني ايه اعمل ايه؟ انتوا مش خطبتوا يا بنتي وبقالكم 3 سنين، المفروض في 3 سنين قرف على دماغكم انتوا الاثنين، صح؟ حب ولفلفه وتلزيق والكلام ده كله اللي بيحصل، صح؟ مفيش مره واحده تقولي طب انا هقف معاك، انا في ظهرك، طب اي حاجه، طيب ممكن نشوف المشكله دي حل، طب تقدم بقى في علاجات للكلام ده، ممكن نحاول مره واتنين في ايه؟ مع اول قلم سبتيه. امال لو جه قال لك انا مديون وعليا فلوس وحالتي كارب هتعملي ايه؟ دلوقتي حضرتك احنا برنامج كنا بنشوف رد فعل حضرتك. دلوقتي انت برنامج ايه وقرف ايه؟ لا بس اسمعيني، طيب اسمعيني كده. يعني حضرتك انت يعني ليه قلت له كده؟ يعني هو هيخبي عليكي حاجه زي كده ليه؟ يعني انت بجد صدمتيه يعني بعد كل ده فجاه تقولي له كده؟ اكمل مع واحد عنده عقم ليه؟ حاجه بتاعت ربنا. انت حضرتك حاجه بتاعت ربنا بقى، يروح يشوف حاجه ثانيه. هي دي البنات اللي انا بحذركم منها بقى، اللي تبيعك في ثانيه، قسما بالله دي ما تبقاش على عشره، والله العظيم دي تبقى قاعده نايمه واكله معاك في طبق واحد ويحصل لك ظرف بسيط تمشي وتسيبك تخلع. انت ايه رايك؟ انا ما عادش عارف اقول لك ايه. انا عارفه دلوقتي. متاكد ان دي خطيبتك؟ يعني حتى الحوار مقلب زي ما احنا شايفين يعني، وهي عملت كده، امال لو الحوار بجد بقى كانت عملت ايه؟ وانا معاها بقالها 3 سنين. على رايك فعلا. فانا مش عارف هعمل ايه بعد الحوار ده والله. سيبها، نصيحه لوجه الله سيبها يا ابني، الناس ما تنفعكش. شوف لك واحده بنت اصول، من حقها ان هي تخلف، من حقها ان هي تحلم بالخلفه وتولد وتجيب عيال والكلام ده كله، بس مش مع اول مطب. حاولي مره واثنين وثلاثه، حاولوا. عارفه انت لو اديله حتى كلمتين من ورا قلبك اللي هو يا حبيبي لا ممكن نروح نبص ونشوف ناجل الفرح والجواز، وممكن في الفتره دي يعني نحاول نشوف علاجات والكلام ده كله، لكن انت اساسا ما حاولتيش تعملي حاجه زي كده، ما حاولتيش حتى تجبري بخاطره. الفرق بين القيود والسرسجي لما ياكل يا حبايبي. ليه؟ قيود بقاف. ودلوقتي القيود يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو القياط بيقفل بقه وهو بياكل، ما بياكلش حاجه كده هو. لا صعبه جدا على القياط. انا شبعت، شيلوا الاكل بقى مش قادر. ودلوقتي بقى يا حبايبي السرسجي. وايه لازمتها تقعد تغير قميص وتقلع التيشيرت والكلام ده كله؟ مالهاش لازمه يعني، عادي قول ده كده وده كده هنصدقك والله. معجب العقلة وليا. ايه ده؟ هو في هدف من الفيديو بس انا مش عارفه لحد دلوقتي. ده واحد بيتغدى عادي يعني، هو بياكل كده، المفروض ياكل ازاي يعني؟ بشوكه وسكينه مثلا؟ مش عارف. وبعدين السرساجي هيقول هاتي اكل يا وليه؟ ده السرساجي. انا الفيديوهات اليومين دول عن الرجاله لان انا شايفه تفاعل رائع منهم بصراحه. انا مش فيمينست ولا حاجه. ايوه حضرتك، في تفاعل من الرجاله ده شيء طبيعي لاي واحده بس بتجيب في سيرتنا عشان احنا غلابه محتاجين اللي يدافع عننا في المجتمع الانثوي ده. ما هو هنا في جمعيات المراه اللي ملهاش بيت، اللي خارجه عن بيتها، لكن مفيش جمعيه الراجل الصايع، مفيش. انا فعلا حقيقي شايفه انه في رجاله كتير مظلومين كويسين، وشوف رجاله زي الفل ناويين فعلا على خطوات جديه، ولكن الاهالي والستات اللي عندها انعاره غير طبيعيه، كل واحده عايزه تنجح على قفا راجل، موضوع حقيقي مش طبيعي. صح، وربنا الست دي بتتكلم كلام زي الفل. حد عنده اعتراض؟ ها قول لي تعالى لي كده في الكومنتات وقول لي. 90 كمان من الستات عايزين راجل يكتب قايمه ويحط فلوس ويبقى ATM وهيحقق لي ايه وهيعمل لي ايه، وانا اقعد انت بقى تقدمي ايه؟ لا هتقدم ايه؟ خدي عندك بقى بوز. دي لما تزعل عايزه فلوس زي بابي، يارا بتاع بابي عايزه فلوس دي كده. هتقدم ايه؟ نكد؟ هتقدم مش عارف هتقدم ايه بصراحه يعني. هي هتقدم لك ايه مثلا؟ مش عارف برضه، مش عايز اظلم برضه يا جدعان يعني. في برضه بنات كويسه، في بنت حنينه، في بنت كويسه، في بنت جدعه، في بنت يعني برضه مش كلهم زي ما في رجاله واطيه في بنات كويسه برضه. انا هقدم البيت. لا والله دلوقتي بيقول لك لا تعالى ساعدني، ما برضه عندها حق. ما تبقاش مثلا بتشتغل وظهرها محني في الشغل وبتساعد في البيت وهو قاعد طرطور. ما انا اسف برضه الرجاله، انا معلش يعني خليه برضه منصف. انا احب الست ملكه في بيتها والست زي الفل وجميله وكل حاجه، ولكن انا مش هبرشط يعني، مش داخله تبرشطي على واحد. لا دي اسمهاش برشطه يعني، اسمها الرجال قوامون على النساء. برضه انا بقول اللي واللي عليا يا جدعان. معلش القوامه ديت من الراجل هو المفروض اللي يصرف، المفروض البنت تيجي من بيت اهلها تساعد بقى في البيت وامور الشغل البيت والكلام ده كله، لكن هو يصرف، هي حقها تبرشط براحتها. لكن الزمن اللي احنا فيه ده للاسف يعني الوضع صعب. عشان كده الست
تفضلا منها واكراما منها بتساعد جوزها في البيت كمصاريف طبعا، عشان هي ست جدعه. انت دلوقتي انا هديكي طبق مليان فواكه، انت هتديني ايه؟ يعني انت هتديني الطبق نفسه؟ عملت ايه انا؟ لا هو الواحد بيتجوز ليه؟ يعني عايز امان، استقرار، محتاج ان هو يبقى مسؤول. انما لو هنتكلم عن واد صفايه والواد قله، لا مش هتفرق بقى، عادي. هو بالنسبه له عادي، ما عايش زي مش عايش، مش فارقه. ليه ما تتجوزش واحده مصريه؟ هقولك. لا انا اللي هقولك. مصريه ليه يا حبيبتي؟ هو متجوز اجنبيه اهو، حلوه جميله، بتطبخ، بتعمل كل حاجه في البيت. حصل. مش عايزه فلوس، مش عايزه دهب، حصل. مش عايزه كل يوم راح عند ماما. مصريه ده عندهم وحش. يلا سلام. عندهم مين محشي دي؟ طيب بس معلش، بس اتشطفوا الاول بعد كده تعالوا اتكلموا مع الست المصريه. معلش يعني انا اسف، دول ما عندهمش شطافه يا جدعان بقى، مش هنازلين نتكلم. لا الجواز المصريه ابني نضيفه يا ابني، الجواز واحده نضيفه. معلش اظن ان الشطافه لو نزلت اوكرانيا اختراع بالنسبه لهم. البنات اللي بتقلع الحجاب اليومين دول وتطلع تقول لك انا استخرت ربنا فقررت ان انا اقلع الحجاب، انت عبيطه يا بنت؟ في ايه؟ انت عندك نماذج كتيره جدا. عندك هايدي استخاره، عندك تقريبا اسمها ايه اللي انا لسه جايبها من يومين دي، برضو حاجه كده برضو استخاره. ايه في ايه؟ عادي بيستخيروا ربنا. يعني ايه يا اخي؟ الله تعبانه في دماغك؟ انت استخرت ربنا في حاجه هو فرضها عليك اصلا. والله يمكن ما يعرفوا المغرب كم ركعه حتى، ولا يعرفوا اساسا الاذان بيقول ايه اللي بيستخيروا ربنا. تقريبا هم بيفتكروا ان الاستخاره بتاعت ربنا بتبقى مثلا وهم نايمين على السرير، بتبقى مثلا وهم قاعدين بالشورت. دي استخاره، ما يعرفوش يعني ايه استخاره. تقول لك انا استخرت ربنا، طب يعني صلي استخاره، دعيتي دعاء الاستخاره. ايه دعاء الاستخاره ده؟ صح؟ استخاره ربنا فعلا. مش فاهمك انت يا بنتي. عجبني النتيجه بتاعته وحطها في كيزك دلوقتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حد يقول كده لمتابعينه؟ ايه يا بنتي انت بقالك كام يوم كده مفلوته من ساعه ما جبتي 30% او 30% مقويه قلبك قوي. الله ما تلمي نفسك يا سوزي. عشان تفضلي تقولي النتيجه 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 النتيجه. اعمل ايه بالنتيجه؟ انت مالك بالنتيجه بتاعتي؟ مش فاهم صحيح. اذا كان ابوها ما سالهاش عن النتيجه، انت جاي تساليه عن النتيجه؟ كافكم نيله، وبعدين ما لقيتوش الا دي تسالوها عن النتيجه. انا مش فاهم بصراحه والله العظيم انتوا بتفكروا ازاي. كانتنا 60 نيله. احنا والله فعلا في زمن كترت فيه الرويبضه. صدقت يا رسول الله، صدقت. بقى اللي ملوش لازمه دلوقتي ليه كلمه حرفيا يعني. احنا من ساعه ما جينا من اسكندريه انا والواد طارق، الواد نايم في غيبوبه. مالك يا حبه عيني؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه؟ انا في جمله لفت على ودني كده خدتها كعب داير. كنت مع طارق في اسكندريه لوحدكم. انا على ما اظن انتوا قارين فاتحه صح؟ يعني حتى مش مخطوبين، يعني حتى ما جبتوش الدبل، ولا انت نزلت جبت الشبكه ولا ايه؟ يعني هي هتشتريها، هو مش هيجيب حاجه. طارق اظن ان هو يعني في لاند خالص. انت نايم ده كله ليه يا بابا؟ الاكس بتاعتك اتخطبت ولا ايه؟ الواد بيصحى وبينام. انت كده جات لك غيبوبه السكر يا اكس اتخطبت؟ امال هو واخدك زعافه عشان تمسح لهم البيت وتسيق لهم البيت ولا ايه بالظبط؟ غيبوبه السكر جات لك؟ انت نايم ده كله ليه يا حبيبي؟ انا كل ما بين عليك هفوق واكلمك، هفوق واكلمك. انت ايه؟ اكيد الواد جاله حاله اكتئاب منك، وبعدين لو حد سافر معاك يرجع مبسوط. ده كويس ان هو رجع اصلا. وبعدين ما شاء الله عليكي كل يوم بتبهرين عن اليوم اللي قبله. ما شاء الله بتسافروا مع بعض. والحاج ايه؟ هو من زمان احنا عارفين ان هو رافعهم، بس يعني ايه مش كده يا حاج؟ يا حاج خلي عندك دم شويه يا حاج. انا في الغردقه شفت كميه ناس قمار، اجانب قمار. والله انا خايف تكوني اتحرشت بيهم وبوظت السياحه. ما الحاجات دي تطلع منك عادي. يا لهوي يا لهوي، ربنا يبارك لك يا طارق. العظيم ربنا يبارك لك. ابويا كان اقسم بالله كان بيودينا جمصه واحنا صغيرين، واحنا عندنا 6 سنين كده. من ساعتها اعتزل الرحله وقال خلاص انا شلت ايدي. انا وديتهم مصيف مره واحده في حياته. ثانيه طارق هو اللي وداك الغردقه؟ هو فعلا الله يبارك لك يا طارق. عرفتها يعني ايه نسوان. كنت وانا في شط جمصه كده، كنت ممكن الاقي مثلا لباس حد في وشي، لقيت لسيد حد معديه من جنبي. طارق موديني الغردقه يا لهوي. ما على حسابك يا اختي اكيد. والله طارق ده بيفكرني بمين؟ بحسام حبيب وشيرين. دي مهزأة ودي مهزأة حرفيا. دي علاقة توكسيك ودي علاقة توكسيك على الابيض. وان كملت هيصبحها بعلقة وهيمسيها بعلقة، وهتتهان وهترجع وهتتهان وهترجع. عاملة زي اللبانة، تف عليها تلزق. بس كده يا جدعان، ده اللي كان معانا النهارده. واحدة مسا عليكم، اشوفكم على خير، وان شاء الله مش هنطول. سلام.